حلب هي عاصمة سوريا الثانية، وهي في شمالها، تبعد عن دمشق 300 كيلومتر. هي ظاهرة على غيرها، هي ثاني أكبر مدينة في سوريا، فيها العلماء الأولون، وقد دخلها الصحابة الأكرمون، وفيها حلق العلم والمؤلفات والجامعات والأذكياء، وما تجد أحدا من أذكيائها إلا وقد برز في علم من علومها. إنها مدينة حلب. إذا ذكرت حلب يهتز التاريخ لذكرها، تختال حلب على مثيلاتها من المدن. حلب العلم وحلب القرآن وحلب الطب وحلب الهندسة، هي حلب التجارة، هي حلب المساجد، هي حلب المستشفيات. سل حلب إن زرتها، سلها عن الصحابة الكرام الذين مروا بها وصلوا في مساجدها، سلها عن أئمة الفقه الذين دخلوها وتعلموا فيها وعلموا، سلها عن الإمام أحمد بن حنبل، دخل حلب وأقام في جامعها الأموي أياما يكتب من علمائها العلم، ثم خرج ينشر العلم إلى غيرها. سلها عن الإمام الزركشي الحنبلي، إمام من أئمة الحنابلة في العلم والفقه، سلها عن الإمام الزركشي، سلها عن الإمام السخاوي، سلها عن قاضيها وهو ابن الإمام الشافعي، أقبل إليها وصار قاضيا بين أهلها. سلها عن الإمام البقاعي. سل حلب عن أئمة المؤرخين، سلها عن الإمام الذهبي وعن كتابه سير أعلام النبلاء الذي ألفه وهو فوق 30 مجلدا. سل حلب عن الذهبي فتعرف أنه من أبنائها. سلها عن الإمام ابن خلكان، الإمام المؤرخ الذي لا تكاد تمر على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنظر في سنده إلا رجعت إلى كتب ابن خلكان. سلها عن الشعراء، عن أبي العلاء المعري وعن غيره، سله كيف وجد حلب لما سكن فيها. سل عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري الذي خرج من مصر وسكن في حلب وتزوج من أهلها وأعجب بها، فلما فارقها حن قلبه إليها وألف كتابا سماه جلب حلب من شدة عشقه لأهلها والسكنى بينهم. عاش فيها ياقوت الحموي الإمام المؤرخ صاحب كتاب معجم البلدان ومعجم الأدباء، وعاش فيها العماد الأصفهاني وابن النقيب والصفدي وابن ناصر الدين وعبد الحليم بن تيمية. كانت مساجدها مليئة بالعلماء والفقهاء، كانت مكتباتها زاخرة منذ أكثر من 700 سنة. في عام 694 للهجرة، قبل أكثر من 700 سنة، ألف كتاب اسمه المنتخب